يعطيكم العافية يا جماعة. يعني شو متوقع من واحد مهجر هو وأمه وأبوه؟ أمه وأبوه من شي 30 سنة وهو من شي كمان من شي 20 سنة، مقطوعة أخبار قرايبينه وأهله ورفقاته من أكثر من شي 15 سنة، ما نزل على البلد من شي 15 سنة. شو متوقع منه؟ لما تقول له أنت فلان تجوز مبروك، فلان خطب مبارك، فلان خلف إن شاء الله الذرية الصالحة، فلان سافر اشتغل الله يوفقه، طبعا رح تكون مشاعره متبلدة. طبعا حتكون مشاعره متبلدة، الشيء الطبيعي انه تكون مشاعره متبلدة، فريزنج يعني. كمان نفس الشيء، فلانة طلقت الله يجيرها في مصيبتها خير، فلانة ماتت الله يرحمها. خلاص ماتت الأحاسيس. ليش؟ لأنه بكل بساطة يعني البعيد عن العين بعيد عن العين. واحد ما عم يشوف أهله إلا على السكايب أو على واتساب أو على وسائل التواصل، شو متوقع منه يعني؟ شيء طبيعي إنه يكون يعني أكل هوا بالمعلقة يعني. خلص يعني فعلا كل اللي كانوا رفاق صاروا صور بوراق للأسف. فيعني ما حدا يطالب الثاني اللي قاعد برا ببلاد المهجر إنه أخي أنت ليش هيك يعني مشاعرك أحاسيسك كلها متبلدة يعني. طبعا متبلدة، شو متوقع أنت منه؟ واحد طول الوقت قاعد بس عم يشوف فيديوهات خلاص إحساسه بالمعاني، التواصل البصري هذا ضروري، هذا مو شيء يعني لا يمكن الاستغناء عنه. بعين الله كله من تحت راس الابن الكلب هذا اللي هرب هلا على روسيا، الحمد لله. بس بقى يعني إن شاء الله يعني عودة هالمغتربين يعني تعيد يعني الحياة لإلهم وللبلد. وكان معكم أبو علي الشام. باي.